بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكروب. من قناة خالد عبد النبي على اليوتيوب، وفيديو للمانجا الإسماعيلاوي والفاكهة المصرية الجميلة أمام حضراتكم من على الأشجار مباشرة. طبعا ده المانجا اللي بيسموها المانجا النعومي من طبعا محافظة الإسماعيلية، أم المانجا وأشهر طبعا أنواع المانجو السكري والنعومي. وأمام حضراتكم الحاج حسام أحمد عبد القادر، اللي طبعا يعني بسم الله ما شاء الله له عمر وباع طويل جدا في عالم المانجا والحدائق. أمام حضراتكم نشوف بفضل الله عز وجل إن شاء الله المانجا، ونتعرف على طبعا يعني أصول المانجا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله، حاجة تفتح القلب. طبعا دي أشجار المانجو أمام حضراتكم. بسم الله ما شاء الله. طبعا شايفين الثمار من يعني من على الأشجار مباشرة، من زي ما بيقولوا من يعني من أرضها ومن خيرها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صل على حضرة النبي. حاجة ولا أروع ولا أجمل مانجا يعني أمام حضراتكم. صلاة النبي وربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اوعى يا بابا عشان يلا قطع ولا واحده ثانيه. طبعا الحاج حسام عبد القادر، ابن قرية الربع، مركز سميل أمديد، محافظة أهلية، اللي طبعا يعني هو تاجر وبائع متخصص في المانجو، ومعاه الحاج ممدوح البكري. شايفين امام حضراتكم طبعا المانجا من اصلها ومن على ابوها ومن ارضها امام حضراتكم مباشره اهو، من الاشجار مباشره. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوه الا بالله، ربنا يبارك. اللهم صل على حضره النبي. شايفين الحاج طبعا هو بينزل مانجا، متخصص طبعا في بيهز الاشجار طبعا، وتنزل المانجا امام حضراتكم بالخطاف اللي موجود في ايد حضرته. حضراتكم بسم الله ما شاء الله. بقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تعرف على حضرتك؟ محمود السيد مشعل. ازيك يا حاج محمود؟ الله يخليك يا ريس. احكي لنا ايه قصه المانجا الجميله بتاعت حضرتك والشهره الجميله، وطبعا الحاج محمود وتاريخه وفي ارضه الجميله، زي ما بقول احنا بالفلاحي المانجا من على ارضها. بالنسبه لايه يعني المانجا حضرتك يعني مش معنى الاسماعيليه مشهوره بالمانجا وانواع المانجا. المانجا عشان الاسماعيليه ديت طبعا انت عارف ميتها كويسه ونظيفه وكده، بتتميز عن اي بلد تاني، عن مانجه الصعيد، عن مانجه البحر البحر كده يعني. انواع المانجا ايه يا حاج محمود؟ احنا عندنا مانجا نعوم، وعندنا مانجا كيت، وعندنا مانجا زبده وسكري. اللهم صل على حضرتك. بسم الله ما شاء الله. بس طبعا الانتاجيه بتاعتها قلت، لان من المرض اللي فيها الثمار ده بكلفنا رش كتير وبتاع، والانتاجيه قلت شويه. الله يبارك لك. يعني معرفتك بالحاج حسام هو من الدقهليه، من هناك من المنصوره، وانت حضرتك هنا من الاسماعيليه، يعني هنقول لطفه خير. والله معرفه خير يعني. هو كان نازل يدور على الزراعه، واتقابلنا مع بعض، وخد زرع السنه اللي فاتت ومحتفظ بالرقم، واتعاملنا مع بعض السنه دي. الله يبارك لك يا حاج. يعني صلاه النبي المانجا بسم الله ما شاء الله. الاسماعيليه شهره هقول عالميه في عالم المانجا. حتى كمان يمكن الفريق الاسماعيلي بيلبس اللون الاصفر. البناطيل الجميله. ما انا قلت لحضرتك بتتميز عشان كده، عشان المواصفات بتاعتها دي. الله يفتح الارض المانجا يعني يعتبر مانجا طبيعيه، مش الله يبارك لك. الله يبارك لك يا حاج. ميه نظيفه كده. ارض حضرتك يا حاج. الله يبارك لك. بتنزل بتاع المانجا دي خطاف ده ولا ايه يا حاج؟ خطاف. بننزل بيه المانجا. الله يبارك لك. الله يبارك لك. نسيبك نشتغل وربنا يعينك. ماشي. اتفضل يا حاج، اتفضل. بسم الله ما شاء الله.
طبعا شايفين الحاج محمود بينزل المانجا، وطبعا اهل بيته اسرته الكريمه، وموجود طبعا شايفين في الكادر الحاج حسام. نستاذنك لو سمحت بس ناخد طبعا مع حضرتك لقاء كده يعني لعشاقك ومحبينك وجمهورك اللي بيستني المانجا يعني على فارغ صبر زي ما بيقولوا. وانت بفضل الله عز وجل ليك محبين، وكمان ربنا يبارك السمعه كمان، ربنا يبارك صلاه النبي، ان حتى كمان في ناس من ايطاليا بياخدوا منك المانجا في ايطاليا. والله بتسافر ايطاليا. ده حقيقه. والله بتسافر ايطاليا. حقيقه صلاه النبي. حاج هنغلي الكيلو المانجا بقى عشان انت بتشتغل بالدولار. لا حاج حسام بتشتغل بالدولار، احنا هنختلف كده وهنزود سعر المانجا شويه. الحاج حسام بنقول لك صباح الفل يا حاج حسام، وصباح الفل والورد والياسمين شوف اللي بتاع الشجر بتاع صلاة النبي، صلاة النبي، السلام عليكم. صلاة النبي. بسم الله ما شاء الله. جنينه بمشهد. الله يبارك. جنينه ابو مشعل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. ربنا يبارك. صلاة النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. صباح الفل يا حاج ممدوح. نصب على حضرتك نقول لك صباح الفل والورد والياسمين. انت عارف ان حضرتك اللي معاك دي اسمها مانجا نعومي؟ نعومي. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. جايبه حضرتك امام حضرتك من حضرتك نفسها، وهي من على اشجار، ولا رش ولا اي حاجه، منها للتاجر مباشره او منها للزبون مباشره. صح كده؟ 10 على 10. الله يبارك لك يا حاج. الله يبارك لك. ايه رايك في الاسماعيليه وجو الاسماعيليه ومانجه الاسماعيليه؟ 100 اخر حلاوه. الله يبارك لك. اخر حلاوه، حلاوه الاسماعيليه. الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله عليك. ماشي يا باشا. ماشي يا حبيبي. نسيبك تجمع المانجا براحتك. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. كمان فيه نخل موجود بداخل طبعا المزرعة، أو يعني حديقة المانجو. برضو نخل بيزرعوه، وكمان فيه ذرة أمام حضراتكم هو طبعا موجود، وربنا يبارك. حاجة بسم الله ما شاء الله، وزيتون، وتقريبا في أشجار كمان جوافية تقريبا زارعينها، حاجة جميلة جدا. ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على حضرة النبي. يلا شوفوا في سيارة واقفة كده رفعوا منها. عندك اهي، عندك اهي واقفة اهي. ايوه كده، وانت بتقطع من اذنك فكره ظاهرك. قطع يا ناس، قطع الاول، قطع الاول. فاهم. الواحد عارف لسانه اكيد يعني الوقت. انا عارف لساني اهو. تعال تعال. طبعا الحاج حسام خلاص هيوزن المانجا اهو مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله، وادي العربيه جاهزه باذن الله عز وجل من على الارض ان شاء الله، لا رش ولا دواء ولا اي حاجه نهائي، من المانجا من ارضها ومن ابوها مباشره.
من الارض للزبون امام حضراتكم مباشره. حتى الحاج حسام بيوزن نفسه. 89 كيلو ونص. اللهم صل على حضره النبي. حاج حسام بعد اذن حضرتك بيقول لك كل عام وانتم بخير يا معالي الباشا، وعودا حميده للمانجا. كان 80 الاول قبل ما افوت المعلومه دي. نعم. كنت بشرب سجاير، كنت وزني 80 81. دلوقتي بعد ما بطلت سجاير زدت 10 كيلو. بسم الله ما شاء الله. 89 ونص. الله يبارك. حضرتك تصبح على يعني زبونك وتقول له صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين وصباح المانجا. لا، بقول له صباح المانجا. المانجا احنا حاجه، احنا لا بنغش ولا بنعمل حاجه على الطبيعه. نعم. احنا في الجنينه دلوقتي. والمانجا نازله من على شجره حتى موجوده على الارض اهيت. نعم. لسه. ولا رش ولا بتاع، لان طبعا اكتر الناس الناس مش ناقصه امراض. نعم. فاحنا لا بنرش، احنا بنعامل بامرنا لربنا سبحانه وتعالى. الله يبارك في عمرك يا حاج. ما اكتر ولا اقل. الله يبارك لك. تسلم يا حاج حسام. الله يبارك. حاجه ممكن بعد اذن حضرتك نصبح عليكي؟ صباح الفل والسعاده. طبعا امام حضراتكم المانجا مباشره من على ارضها اهي، من على ابوها، من الحديقه بتاعتها، من الزرع نفسه. وطبعا يعني شايفين المئذنه، يعني مسجد الله عز وجل جانب حاضر جنب اللي بتاع مباشره اللهم صل على النبي المزرعه، وعلى طول على يعني العربيه هي مستنيه بفضل الله عز وجل. نحمل ونجيبها لحضراتكم. الف الف هنا وشفاء على قلوبكم جميعا باذن الله عز وجل. طب كبير خلاص داخلين على بنيه المحافظه الشرقيه والجرحمان باذن الله، ونرجع ان شاء الله سالمين غانمين لمحافظه دهلا باذن الله عز وجل. طبعا اذا عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في قناه خالد عبد النبي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. اراكم على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.